ايوه هذه نوليو غير للمنتسبين للنظام، متقاعدي الجيش راهم يتبعوا فيهم بالكوبتيرات الغوابيه، ونبعث لك فيديوهات تشوف بعينك مساكن واش راهم صاري فيهم. هذو اللي كانوا في الجيش متقاعدين العشريه السوداء اللي كانوا يحاربوا باش يحرروا البلاد مع النظام. هذه كرامه المواطن. السيد طاير رجلو يجري في الغابه ويضربوا فيه بالكليموجات. كيفاش نقولوا تبوا الوعود تاعك المتقاعدي الجيش ومشطوبي الجيش؟ يا اخي وعدهم باللي تسويه الملف تاعهم وغلق الملف تاعهم. صح. راهم يسوفريو مساكن، راهم يجوا من كل الولايات ويديو في المخبط من عند الجدرميه. بارك الله فيك خويا عبد الكريم. الفيديوهات تاع معطوبين الجيش متقاعدين راهم لهنا خويا، نفضوا برك المكالمات ونحكيو عليهم وربي يحفظك كيف فكرت في خاوتك. كل الازمات وكل المشاكل لها مطروحه. معطوبي الجيش متقاعدي الجيش الملف راه عندي انا. لما نلتزم راني في ولايه اللي الكلمه تسوى فيها اطنان. سجلها عليا الى قدر ربي سبحانه والشعب قرر غدوه جيب هذا الكلام اللي نقول فيه، جيب لي الشريط. قالها واش قلت في باتنا وراك ما طبقتش. خونا عبد الكريم هدر لنا على فئه اخرى اللي يا خاوتي ماشي رجع لهم كرامتهم، يمرمدوا فيهم تمرميد، اهانه مش من اهانه فوق اللازم، تبهديله وكانه ينتقموا منهم، مع انهم يعني الفئه هذه وقفت مع تبون في الانتخابات وساندت وكلش، بس لماذا هذا الانتقام؟ خوتي المجاهدين، القيادة السراقة دحماني وجماعة دير حسابك باللي هكذا ونكون باطي. انت اللي كي قاعد في البيرو تسرق، دير حسابك باللي نبقى نكون باطي غير غلامت. تموت ونحاسبك عند ربي. ربي يعوضك كل خير خويا العزيز. حسبي الله ونعم الوكيل. وراك ما وفيتيش بالوعد تاعك، ورانا جينا نفكروك قلت روحوا فكروني، راهم سبكونا ويضربوا فينا، راهم لا تشاعوا. انا ما جيناكش نطلبوا فيك، عطونا الحقوق تاعنا، خلونا نروحوا نحكموا ديارنا. راك انت اللي قلت لنا كاين ونحل الملف تاع المتقاعدين، وهدرت انا النص تاعك وقلت انا عارف شوفي وين الكلمه اللي هدرتوا لنا. اعطونا حقنا، ولادنا يشوعوا، خلينا نعيشوا حياتنا حنا، خلونا نروحوا نريحوا ترونكيل. راهو كرهنا منكم، راهو كرهتوا لنا حياتنا، اعطونا حق. حكينا يا خوتي على متقاعدي الجيش اللي وعدهم تبون، وكان من الوعود الاولى وقال لهم انتم بعد نبدا بكم، وانتم بعد نوفيكم ونرجع لكم كرامتكم كما كان يقول ديما، كرامه المراه وكرامه ذوي الاحتياجات الخاصه وكذا. اليوم هادم يا خوتي لما يخرجوا يطالبوا برك بحقوقهم ويذكروه بسلميه. هاو كيفاه كان الرد، الناس اللي تتصل وتعيط لنا وتقول لنا يحيى الجيش يحيى الجيش، وهادو معناه ما تساندوهمش، ولا تساندوا غير الجنرالات، المواطن والجندي ما تساندوهش. جيش ساند، وش قاعدين يديروا؟ قاعدين يقولوا يحيى تبون، قاعدين يقولوا وين وعودك. يعني سبحان الله في القناة الوطنية إنجازات الرئيس والشعب في الطريق خارجين له، يعني أفراد الجيش يعني يحيطوا أين وعودك يا أخي. قلت لنا حكموني من لساني وذكروني ونغلق الملف. والآخر سمعناه هذا الرسالة وهذا بعد للقيادة السراقين. قيادة شكون القيادة؟ القيادة تاع شكون؟ تاع الفريق الوطني لكرة القدم؟ لا، قيادة الفريق الفلان والجنرال الفلاني، القيادة تاع الجيش، وعلى راسهم هو حسب ما قال دحماني هذا اللي واحد ما قدر يزعزعه، اللي قال لهم روحوا اشكيوا لتبون كاش ما يقدر يدير لكم.
هادو متانا جيش اخوتي. وهل يعقل انه في الايام اللي تدير فيها البيلون تاع الرئيس تخرج لك فئه كيما هذه في الطريق، فئه مازالنا كاين فئات اخرى، وتقول لك اين الوعود؟ وانت داير لي في التيلي شريط كامل على انجازات والوعود، والناس في الطريق تقول لك اين الوعود؟ ناس راح تهبل ولادها ضاعت. اين هي الوعود؟ وفوق هذا كل يا سي تبون اللي هدرتها انت، قلت انا ندير ونحرب باش نرجع الكرامه. وين كرامه هاد الناس؟ هذه الفئه وما زالوا فئات اخرين نذكر، اين كرامه هذه الفئه؟ جابوا لهم ليليكوبتر اخوتي يضربوا فيهم بالكريموجين، تقول عليهم اعداء الوطن. يا حسره، جيش جزائري يضرب في ابناء الجيش الجزائري اللي هم اصلا ابناء الجزائر، واللي هم اصلا خارجين في مسيره سلميه، واللي هم اصلا خارجين يذكروا تبون بالوعود اللي هو اصلا قال لهم اخرجوا ذكروني بها. ففوق هكا وش حاب يا اخي الكريم؟ يعني الا اذا انسان الله غالب قفلت كما قالوا طبعت على قلوبهم، سيمون هذا صايي راح. اما اي انسان يريزوني لوجيكمون يطرح على نفسه هذه الاسئله سي با لوجيك. ونخرج واحد ولا زوج ولا ثلاثه نقولوا فيها شك، ربعه شك، مجموعات كما كا خارجه وتنادي بالحقوق وتقمع بالهليكوبتر بالكريموجين وبالضرب وهما معطوبين متقاعدين. سابوز ريفليكسيون. تفضل خويا المخرج نروحوا للمكالمات.